حبايبي عاملين يا رب تكونوا بخير. في البدايه نصلي على النبي ونذكر الله كده وبراحه واحده واحده. طبعا طلاب الصف الثالث الاعدادي الشهاده الاعداديه حبايبنا عاملين يا رب تكونوا بخير. طبعا بنزل لكم منها كله هديه مجانا على اليوتيوب، والحل هيكون معايا على المنصه. طبعا اللي عايز يحل معانا على المنصه يشترك معانا، الرقم هيبقى موجود قدامكم على الشاشه. هنفتكر تاني سريعا، كل ده بنعمله ليكم، فلو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل زر الجرس وشير الفيديو عشان تفيد غيرك، وبالتوفيق للجميع. ويلا بينا هنخش على الدرس الثاني في الاحصاء، واخر درس. والاحصاء جبناها كلها على بعض في 40 دقيقة، يعني جبناها في ايه؟ في شوال. اشوفكم على خير ويلا بينا نبدأ درس النهارده. بيقول ايه؟ هنخش مع بعض على درس النهارده، الحدث المكمل والفرق بين حدثين. ايه الحدث المكمل ده؟ قلت لك اي حاجة انا عايز اكملها بطرحها من الواحد الصحيح. مكمل دي اللي هي الشرطة، صح كده؟ طب ما تيجي نخش في الدرس يا مستر ونشوف على طول هنعمل ايه مع بعض. بص معايا كده وصلي على النبي وبراحة واحدة واحدة. ايه هو اللي بيقول لي النهارده؟ هنرجع برضه شوية كلام نظري زي ما احنا اتفقنا، وبعدين نبدأ في الأمثلة. بص الأول بيقول لي وقوع الحدثين معا. ما احنا لسه قايلين كلمة معا أو اللي هو التقاطع، مفيش أي مشكلة. وقوع بص كده معايا، ألف أو ب، ركز بقى وراجع أهو. أو كلمة أو كلاهما أو أحدهما على الأقل، يعني اتحاد. تاني يبقى كلمة و يبقى تقاطع يعني معا. لو كلمة أو كلاهما أو أحدهما يعني اتحاد. ماشي يا مستر، ما دي خدناها الدرس اللي فات. طب امشي معايا واحدة واحدة. لو قلت لك وقوع ألف، يعني الحدث ألف اللي هي عواطف تيجي، وعدم وقوع ب اللي هي مثلا الهام ما تجيش. يعني وقوع حدث وعدم كلمة عدم وقوع الآخر دي، يبقى ألف فرق ب. يبقى ألف فرق ب. ركز في الكلمة دي. يبقى أول ما أشوف كلمة عدم هعمل له فرق. يبقى لما بشوف بعمل تقاطع، بشوف أو كلاهما أو أحدهما بعمل اتحاد. وقوع حدث وعدم كلمة عدم وقوع الآخر بحط علامة الفرق، وهنشوف بنقولها ازاي دلوقتي الفرق دي. وقوع ب وعدم وقوع ألف العكس بقى، يعني الحدث اللي هو وقع ناقص اللي ما وقعش أو فرق اللي ما وقعش. هنا قلنا ألف وقوع ألف وعدم وقوع ب، يبقى ألف فرق ب. طب هنا قلنا ب وعدم وقوع ألف، يبقى ب هي اللي فرق ألف. في أي مشكلة؟ طيب طب ده بجيب قانونه ازاي؟ طب ما تيجي نراجع القوانين كده. التقاطع حاضر يا مستر، اللي هو ايه؟ بيساوي ايه التقاطع ده يا شباب؟ اللي هو احتمال ألف زائد احتمال ب، نفس الدرس اللي فات، ناقص الاتحاد ألف اتحاد ب. مفيش أي مشكلة. طب تعال نشوف الاتحاد، نفس الكلام، ألف لام ألف زائد لام ب ناقص التقاطع ألف تقاطع ب. إيه الجديد بقى يا مستر؟ تعال نشوف مع بعض الفرق بقى. يعني إيه كلمة فرق يا مستر دي؟ يعني الحرف التاني، ركز فيها أهو. هقول تاني الحرف التاني، الحرف الإيه؟ التاني. طيب أنا قلت ألف فرق ب، يبقى الإجابة بتاعتي ألف فرق التقاطع. نعم، يبقى ألف فرق ب يعني ألف فرق التقاطع. طب أمال لو ب فرق ألف؟ هي مش محتاجة بقى، يبقى ب فرق الإيه؟ التقاطع. نقول تاني بالراحة، طبعا أنا ما بشرحش قوانين، أنا بحاول أبسطها لك بس. يبقى لو قلنا ألف فرق ب يبقى ألف ناقص التقاطع، ب هي اللي فرق ألف، يبقى ب فرق الإيه؟ التقاطع. وبعد كده قلنا رقم 5 عدم وقوع الحدث ألف. يعني إيه كلمة عدم وقوع الحدث ألف؟ يعني ألف شرطة. وقلنا أي حاجة شرطة، أي حاجة بحط عليها شرطة واحد ناقص الحاجة دي. يعني لو قلت لك أحمد شرطة يبقى واحد ناقص الأحمد اللي أنت بتجيبه. يبقى أي حرف هيجي لك عليه شرطة هتقول واحد ناقص الحرف اللي معايا ده. وركز معايا بالله عليك. في أي مشكلة معايا كده؟ في أي مشكلة؟ طيب تعال نشوف اللي بعده بيقول لي إيه، واحدة واحدة. خش على اللي بعده ونشوف بيقول إيه. معلومة رقم 6 بيقول لي أهي الفرق. إحنا قلنا الفرق لسه قايلينه من شوية. يبقى لو ألف فرق ب يبقى ألف فرق التقاطع. طبعا كل القوانين دي هي اللي هنحل بيها. ب فرق ألف يبقى ب فرق برضه الإيه؟ التقاطع. طيب تعال نبص مع بعض. بيقول لي إذا كان احتمال نجاح طالب 7 من 10 فإن احتمال رسوبه كام؟ 3 من 10. جبتها إزاي؟ زيد النبي صلى. الطالب يا إما ناجح يا إما ساقط، صح كده؟ طيب أي حاجة في الدنيا عبارة عن واحد الصحيح اللي هو الحدث المؤكد. يبقى أنا لو خدت من الواحد الصحيح ده احتمال نجاحه 7 من 10 يبقى 1 ناقص 7 من 10 يدينا كام؟ 3 من 10. طب قال لي 6 من 10 يبقى 1 ناقص 6 من 10 يدينا كام؟ 4 من 10. جدع. وهكذا وهكذا وهكذا. يبقى لو احتمال الطالب ده نجاحه 7 من 10 يبقى رسوبه كام؟ 3 من 10، المكمل بتاع الحدث. طب تعال نشوف اللي بعد. احتمال نجاح الطالب 3 على 4 يبقى احتمال رسوبه 1 على 4، يعني احتمال نجاحه 3/4، احتمال رسوبه يبقى ربع. طب جبتها ازاي يا مستر؟ عملت 1 ناقص ال3/4 على الآلة الحاسبة اداني ربع. في مشكلة؟ طيب بقولها الثالثة ثانوي ازاي بقى؟ بقول له الواحد دوت بيتشكل معاك أي حاجة،
مش الواحد ده حاصل اي حاجه على حاجه؟ هو انت المقام هنا عندك بكام؟ باربعه، يبقى 4 على الاربعه. والله الاربعه ينزل زي ما هو، و4 ناقص 3 كام؟ 1. دماغك عملت ايرور، انسى ده، اعمل حاسبه 1 ناقص 3/4. انا بقول للناس اللي عايزه تفهم. احتمال الف قلنا احتمال فضاء العينه كله بيساوي كام؟ 1. بالدليل على كده ان انا لو عايز اكمل اي حاجه بطرحها من الواحد. لو قال لي فيه شرطه، ما هو اصلا كلمه شرطه بنقول 1 ناقص الحاجه دي بالراحه. مش احنا قلنا فيه شرطه 1 ناقص الحاجه دي؟ احنا قلنا 7 من 10 نطرحها من الواحد صحيح يدينا 3 من 10. طب يا مستر كده كده اصلا الفيه بواحد. طب الفيه شرطه بواحد ناقص الحاجه دي، هي الحاجه دي بكام؟ بواحد، يبقى 1 ناقص 1 هيدينا كام؟ 0. وخلي بالك منها عشان بتجيلي اكمل كتير. نشوف اللي بعده. انا عارف ان معظم الناس ما بتحبش الاسئله ديت، ولكن ده النظري. نبدا نحل بقى بالراحه واحده واحده، ونشوف معانا سؤال كده وبالراحه. بيقول لي اذا كان ا بيساوي 7 من 10، واذا كان ب شرطه بيساوي 6 من 10، وكان التقاطع 3 من 10. بالراحه بقى بطل، وعندي عليها 3 اسئله هم جمال. اولا بجيب ب. ليه بتجيب ب؟ بص معايا يا سيدي، اي حاجه مديها لك، هو هنا مديني ب شرطه. ب ايه؟ شرطه. يبقى هات لي الب الاول. قلت لك لو عايز الحدث او مديني شرطه بقول 1 ناقص الحاجه دي. يبقى انا عايز اجيب الب. ماشي يا مستر، احتمال الب بتساوي الاول 1 ناقص، هي ب شرطه بكام؟ 6 من 10، يبقى يديني كام؟ 4 من 10. يبقى انا جبت الب. تاني لو جه قال لك مثلا انا عايز الب ومديك مثلا الب شرط، يبقى 1 ناقص الب شرط اللي هي كام؟ مثلا 6 من 10. العكس صحيح. طب لو هو عايز ب شرط ومديك ب بكام؟ ب 4 من 10، يبقى 1 ناقص 4 من 10 هيديني 6 من 10 وهكذا. خلي بالك من النقطه دي. يبقى الاول في البدايه خالص قبل ما اجيبها انا بجيب الب. يبقى لازم أن يكون عندي الالف والب. انا هنا عندي الالف ب 7 من 10 بس ما عنديش الب. انا كان عندي الب شرطه 6 من 10 فجبت الب 1 ناقص ال 6 من 10، جبت المكمل بتاعه. وعندي التقاطع. نحل خلاص خلص السؤال. انا عايز اجيب يا مستر، عايز اجيب الاتحاد. يبقى 1. هجيب الاتحاد ازاي؟ هو الدرس الاولاني بالظبط. ا اتحاد ب زيد النبي صلى قال لي الالف، يبقى الاحتمال الالف زائد احتمال الب ناقص، هي دي يا شباب اتحاد يبقى عكسها تقاطع، يبقى ا تقاطع الب. يلا عوض بقوانينك، عوض يا عم. الالف بكام يا مستر؟ 7 من 10، والب لسه جايبها بكام؟ ب 4 من 10، ناقص التقاطع بكام عندك؟ مديني 3 من ايه؟ من 10. في اي مشكله؟ يطلع معايا الناتج يبقى 7 من 10 و4 من 10، يبقى عندك ادي 11 اشيل منهم الثلاثه هيبقى 8 من 10. في اي مشكله؟ نتاكد برضو فعلا 8 من كام؟ من 10. يبقى انا كده جبت الاتحاد. في مشكله؟ لا مفيش. الفرق يا مستر، حاضر نجيب لك الفرق. ايه المشكله؟ 2. احنا قلنا الفرق صح؟ بص كده يلا يا غبي، يلا افهم يلا. ا فرق ب، يبقى الرمز الاول ناقص التقاطع. ب فرق ا، الرمز الاول ناقص التقاطع. ايه الرمز الاول؟ الالف. حاضر يا مستر، يبقى الالف ما تزعقش. ناقص ايه؟ التقاطع عندي اللي هو ا تقاطع ب. في اي مشكله؟ هو الالف عندك بكام؟ ب 7 من 10، ناقص التقاطع جايبينه بكام؟ ما عنديش اهو 3 من 10، يبقى يدينا كام؟ 4 من 10. ايه ده يا مستر؟ طب دقيقه واحده كده. امال لو جه قال لي ليه؟ الب فرق الالف، ما تحفظش الرمز الاولاني ناقص التقاطع، يعني اقول له 3 اللي هي لام ب ناقص الالف اللي هي فرق الالف بتساوي الرمز الاولاني اللي هو ب فرق التقاطع عندي. هي ب بكام جايبها؟ ب 4 من 10، ناقص التقاطع لسه جايبينه برضه ب 3 من 10، هيدينا 1 من 10. في اي مشكله؟ نتاكد من ارقامنا؟ لا مفيش اي مشكله. يبقى المثال معايا 100 اهو، مفيش فيه اي مشكله. خد سكرين بسرعه ونقول تاني. يبقى الاتحاد ا زائد ب ناقص التقاطع، وقال لي ا فرق ب اللي هو الحرف الاول او الرمز الاول ناقص التقاطع. هنا الب يبقى الرمز الاول برضه ناقص الايه؟ التقاطع. تعال نشوف مع بعض اللي بعده ونشوف بيقول ايه. زيد النبي كمان صلاه وبالراحه. سؤال مهم قوي السؤال ده. هو معظم الوقت هيجي لك مرسوم بس انا هرسمه لك عشان خاطر نبقى عارفين. في تجربه القاء حجر نجد. قبل ما نكمل احمد شيبه يعني من 1 لحد 6. طيب منتظم. ا هو حدث الحصول على عدد اولي. انا مش فاهم يا مستر. طب تعالى بس نطلع كده في. يا في بتساوي ايه؟ على جنب كده 1 2 3 4 5 6 صح كده؟ خليك بس دلوقتي على جنب بالراحه وما تتخضش. دي في صح؟ ماشي. اللي هي بكام يا مستر؟ ب6. ماشي يا عم. ايه ده عليا؟ بيقول لي ا هو عدد الحصول على عدد اولي. طيب العدد الاولي بالراحه كده نجيبه على جنب برضه اللي هو ايه؟
العدد الفردي وشيل الواحد وحط 2. العدد الفردي اللي هو ايه؟ 1 3 5 يبقى 2 3 5. مفيش اي مشكله وبيساوي 3 يا مستر. في اي مشكله؟ طيب ماشي. ب هو عدد الحصول على عدد اقل من الخمسه. عدد اقل من الكم؟ من الخمس. ارجع هتقول لي 4 3 2 1. عدد اقل من الخمس. اقل من الخمسه يعني معيش الخمس. يبقى هنا الاحتمال بتاعي اللي هو 1 2 3 4. وهنا كام واحد؟ 4. خليها بس على جنب كده. في اي مشكله؟ طيب يا مستر انا يعني بشوفها في الواجب عباره عن رسمه كده، ممكن تعملها لي؟ اعملها لك. هي فيها كلها اصلا، بص معايا كده يا فندم، هي فيها كلها فضائل عينه، ركز فيها بالله عليك. بص معايا بقى كده وبجاها عشان تركز فيها. واحنا قلنا الف كام يا باشا؟ عدد اولي اللي هو 2 و3 وكام؟ و5. طيب وقلنا ب عدد الحصول على عدد اقل من الخمسه اللي هي 1 و2 و3 و4. ايه المشترك فوق ومشترك تحت؟ الاثنين والثلاثه، صح كده؟ طيب هنعمل دايرتين جمال كده، ركز في الدايرتين دول، وليكن دي الف ودي ب. ايوه هتعملها ازاي يعني؟ بص بس يلا، بص يلا بالراحه. هو الف كان 2 3 5، حلو. طب والب كان 1 و2 و3 و4. ايه اللي مشترك؟ 2 و3 و2 و3. يبقى الاثنين والثلاثه بيتحطوا في التقاطع، لان الاثنين دول في الف والاثنين دول في ب، صح كده؟ ماشي، بدات افهم شويه يا مستر. ماشي، تعال نشوف اللي بعده. هنا فاضل كام؟ 5. الخمسه دي كانت فين؟ في الف، حطها لي في الف. طب تعال نشوف الثانيه ب انا خدت منها الاثنين والثلاثه، اتفضل 1 و4، يبقى اتفضل 1 و4. انت حمار يا مستر. ليه يالا؟ ما انت قلت لي يا مستر 6، هم اصلا 6، يبقى ال6 دي في فضاء العينه بتاعي بتتحط بره لوحدها في الخانه، عشان لما تجي لك دي في قلب الامتحان ركز فيها. عايز تعملها رسمه اعملها، عايز تعملها كده اعملها. خلينا زي ما كده وبراحه وواحده واحده. زيد النبي كمان صلاه بقى وبراحه. بنقول ايه؟ يبقى احتمال الف دلوقتي اللي هو 3، صح؟ 3 على كام بقى؟ يبقى 3 على 6، اللي هو كام 3 على 6 دي يا شباب؟ 1 على الاثنين. في اي مشكله؟ طيب نكبر الخط شويه. وهنا 4 يبقى 4 على 6 اللي هي كام يا شباب؟ 2 على ال3. في اي مشكله؟ طيب تعالى نحل مع بعض ونكمل مع بعض السؤال دوت عشان نخلص منه. بص معايا بقى، اول حاجه عايزها احتمال وقوع الف وب معا. كلمه معا يعني عايز التقاطع، عايز الايه؟ التقاطع، عايز الايه؟ التقاطع. ممكن اجيبها بحاجه بسيطه قوي، مش ده الف وده ب هقول التقاطع، لا انا التقاطع. ايه اللي متقاطع معايا هنا في نفس الاثنين؟ ايه اللي متقاطع معايا هنا؟ ايه اللي مشترك ما بين الف وب؟ ما هو بيقول لي الف وب معا، يبقى الف تقاطع ب بيساوي ايه يا شباب؟ ركز معايا. المشترك ما بين الايه؟ الاثنين. المشترك ما بين الاثنين كم رقم مشترك ما بين الاثنين؟ 2 يا مستر. على هو فضاء العينه كله بكام؟ ب6، يبقى يطلع معايا ب1 على 3. وصلت؟ يعني سنه كده يا مستر، معلش مش مجمعه. طب تعال نشوف اللي بعدها، الف او ب او كلاهما. كلمه او يعني الاتحاد. يعني ايه يا شباب؟ الاتحاد، ركز فيها بالله عليك. الاتحاد يعني ايه كلمه الاتحاد؟ يعني اللي موجود هنا وهنا من غير تكرار، اللي موجود هنا وهنا من غير ايه؟ تكرار. تعال ناخدها كلها كده. ايه اللي عندي اللي في الاتحاد موجود من غير تكرار؟ طب يا عم انا عندي هنا الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه وخمسه موجود في الاثنين مع بعض، في حاجه متكرره؟ لا. يبقى الواحد، ركز معايا، الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه وخمسه كم رقم؟ 2 4 5، يبقى 5 على 6. يبقى 5 على كام؟ على 6. في اي مشكله؟ تاني بالراحه واحده واحده. لما يجي يقول لي احتمال الف وب معا، الف وب معا يعني ايه الف وب معا؟ يعني هاخد المشترك ما بين الف وب اللي هو 2 و3. طب قال لي هنا وقوع الف او ب. طب لو قلت وقوع الف هيبقى مثلا 2 و3 و5. طب ولو قلت وقوع ب هيبقى 1 و2 و3 و4. لا خدهم كلهم مع عدد تكرار، يبقى 1 و2 و3 و4 و5. في اي مشكله؟ هتدينا كام؟ 5 على 6. تعال نشوف اللي بعده. بيقول لي ايه؟ احتمال وقوع الف فقط. الف فقط كنت بقولها ازاي دي يا مستر؟ بص معايا كده، الف فقط يعني الف فرق ب. الف فرق ايه؟ ب. لما يجي يقول لي احتمال وقوع حدث فقط اللي هي الف فرق ايه يا شباب؟ ب او ب فرق الف. زيد النبي كمان صلاه. الف فرق ب اجيبها ازاي؟ كنت بقولها ازاي؟ ايه ده؟ مش انا كنت بقول الف فرق ب الحرف الاول اللي هو احتمال الف ناقص احتمال الايه؟ التقاطع. طيب زيد النبي صلاه. هو احتمال الف كان كام؟ نص، يبقى نص يا مستر، ناقص التقاطع لسه جايبه فوق بكام؟ بتلت. يبقى نص ناقص تلت تطلع معايا احتمال الف تقاطع ب، يبقى نص ناقص تلت تطلع معايا ب1 على 6. في اي مشكله؟ نص ناقص تلت تطلع معايا ب1 على كام؟ على 6. نقول تاني،
لو جه قال لي احتمال وقوع الحدث الف فقط، الف ايه فقط، يبقى الف فرق ب. طب والف فرق ب كنا بنقولها ازاي؟ الاول ناقص التقاطع. طب تعال نشوف اللي بعدها كده ناكد عليه. هنا بيقول لي ب فقط صح، نفس الكلام، يبقى ب فرق الف. طب كنا بنعملها ازاي؟ الاول اللي هو ايه؟ ب فرق الايه؟ التقاطع. هي الب اصلا كنا جايبينها بكام؟ ب 2 على 3. ماشي يا مستر. والتقاطع كان بكام؟ ب 1 على 3 برضه. هيدينا كام يا شباب؟ عندي هيديني تلت. في اي مشكله؟ نقول تاني. يبقى لما يجي يقول لي احتمال وقوع الف فقط، حط الرمز اللي هو عايزه الف فرق ب. طب احتمال وقوع ب فقط يبقى ب فرق الف. نرجع لاول صفحه، قلنا بنقول الاول ناقص التقاطع والاول ناقص التقاطع. اخر واحده احتمال عدم وقوع الحدث الف. احتمال عدم وقوع الحدث ايه؟ الف. ركز معايا فيها. عدم وقوع كلمه عدم، احنا قلنا ايه يا عم اسلام؟ عدم دي يبقى ايه؟ شرط. عدم دي يبقى ايه؟ شرط. انت عايز الف شرطه يعني؟ ماشي يا مستر. الف شرطه كانت بتساوي، احنا قلنا اي حاجه شرطه في الدنيا يبقى واحد ناقص الحاجه دي. هي الحاجه دي الف صح؟ الف كان بكام؟ بواحد على نص، هيدينا برضو ايه؟ نص. في اي مشكله؟ خلي بالك منها عشان الدرس ده مهم جدا. صعبه؟ امشي معايا واحده واحده. يبقى ما تنساش ان ده كان احتمال الف وده كان احتمال ب، وبنجيب التقاطع والاتحاد والفرق والفرق برضه. في اي مشكله؟ تعال نشوف اللي بعد. ده حلنا؟ ماشي. شوف اللي بعد بيقول لي ايه؟ زيد النبي كمان صلاه. سهل السؤال ده. اكمل. اذا كان الف زائد الف شرطه بيساوي كام؟ الحدث والمكمل بتاعه واحد. يا مستر ازاي؟ يا جاموس مش الحدث والمكمل بتاعه بيساوي واحد؟ لا ليه؟ مش احنا لما بنكون الف شرطه بنقول واحد ناقص الالف؟ يا دفع الف شرطه واحد ناقص الايه؟ الالف. طب لو الف واحد ناقص الالف شرطه، يعني في تلك الحالتين بطرحهم الواحد يبقى مجموعهم الاثنين ايه؟ حدث مؤكد، يعني واحد الصحيح. في اي مشكله؟ طيب عايز يا مستر. هنا بيقول لي ايه؟ ركز معايا. الف بيساوي الف شرط. الف بيساوي الف شرط، يعني الالف بيساوي كام والالف شرطه بتساوي كام؟ ها الف سامعك بيساوي الف شرط، الف بيساوي الف شرطه، يعني الاحتمال بتاع الف بيساوي احتمال بتاع الف شرطه، يعني الالف يبقى بكام؟ هو احنا مش قلنا يا حبيب قلبي لام الف ركز زائد لام الف شرطه بيدينا واحد؟ يا مستر. طيب الالف هنا هيساوي ايه؟ واحد ناقص الالف شرطه، يعني بيساوي ايه؟ نص. وده بيساوي ايه؟ نص. ما انا لو جمعت النص مع النص ادانا ايه ناقص؟ واحد. يبقى لما يجي يقول لي الالف بيساوي الف شرطه يبقى كلهم زي بعض، يا اما اقول له نص يا اما اقول له 5 من كام؟ من 10. الاثنين واحد. تاني لما يجي يقول لي ما هو الاحتمال الجمع مع بعض، يعني قلت نص زائد نص هيدينا كام يا شباب؟ واحد صحيح. يبقى فعلا الالف لما تساوي الالف شرطه يبقى اقول له نص زائد نص هيدينا كام؟ الواحد الصحيح. تعال نخش على اللي بعد نشوف اللي بعد. بيقول لي ايه رقم 3 براحه واحده واحده. زيد النبي كمان صلى. بيقول لي احتمال الف شرطه بتساوي 2 من الف، فان احتمال الف بيساوي كام؟ زيد النبي شرط، زيد النبي صلى قصدي. مش احتمال الالف زائد احتمال الالف شرطه بيساوي واحد؟ ركز يا عم اسلام. احتمال الالف واحتمال الالف شرطه بيساوي واحد؟ ده القانون بتاعنا. ماشي يا مستر. اخلص حاضر. عوض. هو الالف شرطه بكام؟ ب 2 الف، يبقى نزل الالف زي ما هو زائد الالف شرطه بكام يا عم اسلام؟ ب 2 الف. ما هو الالف شرطه بيساوي 2 الف، يبقى 2. بص الحته اللي جايه دي الف. يا دي امشي يالا ما تخافش يالا، امشي مع السؤال هتلاقيه 100 100 بيساوي واحد. وانت عملت ايه؟ مش انا كان عندي قاعده بتقول الحدث والمكمل بتاعه بيساوي واحد صحيح؟ اللي هو الف زائد الف شرطه بيساوي واحد. طيب الالف هنا هينزل زي ما هو، لكن الالف شرطه كان مديولي بكام؟ ب 2 من الف، يبقى شلت الف شرطه وعوضت عنها بايه؟ ب 2 من الف زي ما هو بتقول. طب عندي هنا يا عم اسلام واحد من الالف و2 من الالف، يبقى كله 3 من الايه؟ من الالف. بيساوي كام؟ هقسم على اللي جنب الايه؟ الاحتمال على طول، يبقى اللام الف بيساوي كام يا عم اسلام؟ تلت. خلصت المساله. تاني بالراحه. قلنا الالف زائد الالف شرطه بيساوي واحد، مش اختراع. عوض. حط لي مثلا قال لي الف شرطه بيساوي 3 يا عم من الف، مش 2. عادي يا مستر هحط 3 من الف. ركز يلا. ركز. يبقى 4 من الف، يبقى بتساوي ربع، وهكذا. اجمع الاثنين مع بعض واقسم على اللي جنب الالف زي ما كنا بنعمل. 5 س بتساوي 10، اقسم على الخمس على الخمسه يبقى س بتساوي كام؟ 10 على الخمس، الاثنين يعني. في اي مشكله؟ نفس القصه بالظبط. صعبه؟ طيب تعال نخش مع بعض على سؤال رقم 4. بيقول لي اذا كان الف وب حدثان متنافيان فان الف فرق ب. والله انت ما بتفهم. قول لي ليه؟ بص يا مستر،
كلمه حدثان متنافيان انت نسيت بقى من الدرس الاول، الاحتمال التقاطع بيساوي صفر. اقرش يالا تعال. مش احنا قلنا الف فرق ب اي حاجه فرق الثانيه الحاجه الاولانيه فرق التقاطع ثابته بقى، صح كده؟ طيب الحاجه الاولانيه اللي هي الف فرق التقاطع يا مستر. صح، بس التقاطع هنا عندي بكام؟ ليه؟ عشان الحدثان ايه؟ متنافيان، يبقى ده بيتشال خالص. قصدك تقول لي الف فرق ب بيساوي الف. ايوه، يبقى لما يجي يقول حدثان متنافيان احنا بنستنتج قانون منها، يبقى بتساوي الف، لان ما عنديش تقاطع، لان التقاطع بيساوي ايه؟ صفر. فهنا بيقول لي اكمل الف فرق ب. كلمه الفرق دي اول ما تشوفها قبليها رقم وبعديها رقم بتاخد الرقم دوت فرق التقاطع ما بين اي حاجه، يبقى الرقم الاولاني فرق التقاطع ثابته. يبقى لو قلت لك ج فرق ب يبقى ج فرق التقاطع، الف فرق ج يبقى الف فرق التقاطع، وهكذا. في اي مشكله؟ تعال نشوف فيها اسئله ثانيه ولا لا بسرعه كده. سؤال رقم 5 ماشي يا مستر. تعال، الف بيساوي 7/10 والف فرق ب بيساوي 5/10، اوجد التقاطع. حلو السؤال ده، زيد النبي كمان صلى. هو مش الالف 7/10 يا مستر؟ طب والفرق ب5/10 ولا ركز معايا، هو الفرق ده كان بيساوي ايه؟ الفرق ده. طيب لام الف فرق ب، قلنا ايه يا عم اسلام؟ الفرق بيساوي ايه؟ الرقم او الرمز الاول فرق الايه؟ التقاطع. الرمز الاول هنا اللي هو الف، بالراحه بس امشي، ناقص التقاطع الف تقاطع ب. مستر عوض يلا. حاضر. هو الفرق اصلا مديولك بكام؟ 5/10 بتساوي الالف بكام؟ 7/10 ناقص التقاطع مش موجود، وهو ده اللي انا عايزه. في اي مشكله خالتي؟ لا مفيش اي مشكله. ودي بعكس الاشاره، انا بحبها احلها بطريقه ثانيه بصراحه. ايه هي الطريقه بقى يا مستر؟ بص معايا، مش الفرق بتساوي الرمز الاول اللي هو لام الف ناقص التقاطع؟ ماشي، زيد النبي كمان صلى. هو انت عايز الاول التقاطع؟ ماشي، انا ممكن اودي التقاطع بعكس الاشاره. بص كده، مش هو سالب هيروح بعكس الاشاره يبقى موجب، يبقى الف تقاطع ب بتساوي، مش انت وديت ده بعكس الاشاره؟ هات ده بعكس الاشاره. احتمال الالف بيساوي، هات لي ده بعكس الاشاره يبقى سالب الف فرق ب. عوض بقى كده على طول اهو يا عم. الالف بكام؟ 7/10 ناقص الفرق بكام؟ 5/10، يبقى الحل بتاعك 2/10. والطريقه اللي احنا عملناها برضو نعوض بعكس الاشاره عادي، مفيش اي مشكله. في اي مشكله؟ طيب تعال نشوف اللي بعده بيقول لي ايه. كده يكون انتهى معانا درس النهارده، وكده خلصنا فرع الاحصاء خالص للشهاده الاعداديه. اشوفكم على خير. اللي عايز يشترك معانا في المنصه يكلم الارقام اللي كانت موجوده في اول الفيديو. اتجدعن عشان الترم الثاني صغير جدا جدا جدا. اشوفكم على خير في فرع جديد ان شاء الله.